من اجمد الحاجات حرفيا ان انا حبيتها الفتره الاخيره دي هو قصه الفيديوهات بتاعه البودكاست. آه، بعيدا عن قصه المشاهدات وبعيدا عن ان اصلا في ناس فعلا بتمل من البودكاست ده. الا ان انا شايف ان المكان ده بقيت بحس انا على المستوى الشخصي بحس بيه بالراحه. انا لما اتكلم في قصه البودكاست بتكلم باريحيه اكتر. فحرفيا قصه البودكاست بقت بالنسبه لي مش قصه فيديو بينزل كل يوم اربع، لا، بقت قصه بالنسبه لي قصه دردشه في الموضوع. لما بنزله او لما بتكلم معاه بحس بالراحه. فده كان على المستوى الشخصي بتاعي مع بودكاست النهارده، رغم ان في اصلا بودكاست جاهز جدا جدا جدا، يعني واقف بس على التنزيل، هينزل كمان يوم. بس انا هأجل البودكاست اللي جاهز ده وهنزل البودكاست اللي انا بصوره لكم ده، رغم ان في كذا برضو 3 فيديوهات متصورين باللوك القديم غير اللي ورايا ده. بس برضو انا حابب ان انا انزل الفيديو ده. ايه بقى البودكاست المهم بالنسبه لي اللي انا هنعمله ده؟ صدقني انا معرفش انا هتكلم على ايه. الصلاه من اكتر الحاجات اللي احنا فعلا مفتقدينها. الصلاة، شوف القرآن بدأ يعلو ما يدركش معنى الصلاة وقيمة الصلاة، فهو حرفيا في حاجات كتيرة قوي في حياته هو مش منعم بيه. فسبحان من جمع الإنسان مع الصلاة، وسبحان من فرض علينا الصلاة. لأن بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أو المفروض بالنسبة لأي حد كمان، إن أنت لما تروح تصلي خمس فروض لما بتنتظم فيهم، حقيقي مش عايز أقولك إن كمية الصعوبات في حياتك بتتشال، كمية العواقب اللي انت فعلا بتبقى فيها بتتشال. وخد بالك، بتلاقي في ناس مفهومش ولا غلطة وبيوصلوا لمرحلة يا صديقي ان بتبقى في حياته يعني كمية صعوبات وكمية ضغوطات وكمية حالة نفسية وكمية مشاكل، حاجات غير طبيعية. اي بني ادم على يعني في نفس موقفه ده صدقني مش هيتحمله، لكن تلاقيه هو صامت كده ومبتسم والحمد لله، ما نقولش غير الحمد لله. بيبقى عنده سلام نفسي وراحة نفسية. مش اي حد بيوصل للمرحلة دي. انا جاي اكلمكم النهاردة على النقطة دي، الراحة النفسية يا جماعة. الراحة النفسية دي يعني ناس فعلا بتدفع فيها ملايين كده ومش عارفة توصل لها. فالراحة النفسية دي لو انت عايز توصل لها وعايز توصل للحالة دي، ارجع لربنا. هناك عنده هتلاقي مكان الراحة النفسية، عنده هتلاقي السلام النفسي، عنده هتلاقي كمية يعني مش عايز اقولك انك بتنسى كل ضغوطاتك وكل مشاكلك. جرب كده تصلي وتبقى حاطط في دماغك انا رايح الجأ لواحد مفيش حد هينجيني من الموقف ده غيره. جرب كده وشوف الموقف ايه اللي هيحصل لك، والله العظيم هتحس فعلا براحة نفسية. ما توصلش لمرحلة انك انت بتصلي الصلاة عشان ديت هو كده كده فرض علينا، فرض علينا بجد. بس انا جاي اتكلم في الصلاة النهاردة مش انها فرض، انا جاي اتكلم انك هي عاملة زي ملتقي الاحباء. اه والله العظيم ملتقي الاحباء، ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مستنيك انك انت تروح له تدعي له، وانت بتبقى اكتر بني ادم عايز الدعاء يستجاب، فانت رايح له. فالراحة النفسية والسلام النفسي يا جماعة في الصلاة، والله العظيم في الصلاة. السلام النفسي والسعادة النفسية في الصلاة. أنا تلاقيني بتكلم كلمة النفس كتير لأن السعادة النفسية دي الحاجة الداخلية اللي جواك، اللي هي أصلا المفروض إن الحاجة الداخلية دي اللي جواك لو هي سعيدة فأنت أعضاء جسمك والناس اللي حواليك هتبقى سعيدة. أنت مش تبقى أنت مثلا نفسيا زهقان وتبقى بتبتسم والدنيا حلوة، أنت كده بتمشي حالك. فليتنا احنا من قصة الناس اللي بتبقى جواها مشاكل وصعوبات والحاجات دي كلها. والله العظيم فعلا مشاكل لا يتحملها اي بني ادم. هو تلاقيه قاعد معاك كده ويقول له ما يا اخي ما تزعلش، يقول لك زعلان ليه؟ انت طالما جاي من عند ربنا انا استحاله ازعل، ده فضل ونعمه من عند ربنا. وتلاقيه مبتلي بكل الابتلاءات. تعرف مين الناس اللي بتوصل للمرحله دي يا صديقي؟ الناس اللي ما بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار. فانا جاي اقول لك ما تفكرش انك انت رايح تصلي او ما تأديش الصلاة انها فرض عليك. هو انت اصلا المفروض تصلي، لان انت لو ما صليتش اول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة. فانا مش جاي اتكلم مع الصلاة النهاردة على حساب وعقاب زي ما كل المشايخ اتكلموا، وانا كنت اتكلمت في فيديو زمان من سنة ونص عن الصلاة برضو اتكلمت في الثواب والعقاب. انا جاي النهاردة اجدد المعلومات، او مش المعلومات، جاي اتكلم في البودكاست واقول لك ما تتعاملش مع الصلاة انها حاجة كده ايه مؤقتة. بس بلاش نتكلم عليها ان هي في قصة حساب وعقاب. تعال ناخدها مثلا بمبدأ ان انا رايح اصفي الوجع الدماغ، اصفي الراحة الذهنية،
اصفي مثلا ان انا عايز ارجع بكامل قواي العقليه دي. طب دلوقتي بقت الصلاه بقت روتين يومي، احنا رايحين نصلي، ما عنديش ادنى مشكله، اهم حاجه رايح من الصلاه وجاي من الصلاه زهقان برضه. ليه؟ لان انا رايح اصلي الصلاه، رايح اللي هو ايه، عارف انت اللي هو ايه، رايح المشوار ماليش مزاج ليه. هو كده. لكن لما توصل لمرحله السلام والسعاده انك انت تتلذذ بالله اكبر الله اكبر، حي على الصلاه حي على الفلاح، تتلذذ، يلا يا جماعه نروح نصلي، بتبقى انت مستني الاذان يجي عشان تجري. هو ده التقاء الاحباء. وانت بتصلي عشان خايف من ثواب وعقاب، حط معاها جانب انا رايح علشان ربنا سبحانه وتعالى، خوف من ربنا سبحانه وتعالى، وخوف على الحياة، وان انا رايح فعلا اتكلم مع الحبيب، رايح اتكلم مع الله عز وجل اللي خلقني وخلق البشرية كلها، رايح اتكلم، رايح افضفض معاه، رايح اديله واجبه. ده واجبه، واجبه عليك. لو ما كانش واجبه عليك ما كانش فرضه علينا، ما كانش فرض علينا الصلاة، ما كانش قال لنا أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. وما كانش قال لك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. يعني الحاجة الوحيدة اللي يميز المسلمين بيها هي الصلاة يا جماعة. فتخيل كده إن ربنا سبحانه وتعالى ادالك كذا دليل وكذا حاجة إن الصلاة ديت هي عماد الدين، وهي الحاجة التواصل الروحاني اللي ما بينك وما بينه، وده حقه. يعني خلينا نكون متفقين برضو ليه حقه، لان ده حقه. يعني هو ده حقه لان ده حقه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيبقى انعم عليك بنعم كثيره، بيبقى انعم عليك من ستر وصحه وراحه بال ومال ورزق، بيبقى وزوجه صالحه واولاد، رزق عليك بكل حاجه، لكن خد منك الصلاه. حقه ايه؟ انك تتلذذ في الدعاء، تتلذذ في الصلاه. تعرف اقول لك على حاجه، لما توصل لمرحلة الرضا والسعادة والصلاة والحاجات دي كلها، يعني هتفضل تدعي كده وربنا سبحانه وتعالى مؤخر بس الاستجابة شوية. انت ساعتها هتوصل لمرحلة انا مش زعلان ان ربنا سبحانه وتعالى لسه ما استجابش، لان انت تبقى عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى كده كده هيستجاب لي، وشايف لي ايه، وشايف لي انه الاحسن. ليه؟ عارف ان ربنا كريم، فمش هيحرمني من كرمه. التواصل الروحاني ما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى مش علاقة اتنين رايحين يأدوا واجب وخلاص، لا، اوصل لمرحلة انك توصل مع ربنا سبحانه وتعالى هي التقاء الأحباء. والله انك لو وصلت للمرحلة دي انك عمرك في حياتك ما هتفوت فرض مهما كانت التراكمات اللي عليك، وهتوصل لمرحلة انك انت بس لو اخرت وفات منك تكبيرة الاحرام بتاعت الصلاة والمصحف لا تحزن عليه. والله العظيم ان مش هتوصل للمرحلة دي غير بالسلام النفسي، غير بالحب. بالحب يا جماعة. علشان توصل لمرحلة الالتزام في الصلاة لازم تحب، لازم تحب الصلاة، لازم تحب ربنا، لازم تحب التعاملات مع الله عز وجل. لو انت حبيت كده جماعة، احنا خلاص، انت كده هتعدي ليفل كبير جدا. انت اخدت بالك من فكرة او الكلمة اللي انا لسه قايلها، الحب. الحب يا جماعة، الحب ده كلنا كده عارفينه. فانت لو حبيت ربنا سبحانه وتعالى، ياه، يا جماعة هتقولي يا محمد وانا اقدر ما احبش ربنا سبحانه وتعالى؟ كلنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا عايزين نوصل لمرحلة لا، حب اللهفة والشوق. ننتظم في الصلاة يا شباب، ونشوف او نوصل لمرحلة الحب. الحب والله العظيم دي حاجة جميلة جدا. الحاجة بقى التانية اللي انا جاي اتكلم فيها برضو من ضمن الاطار، اياك ثم اياك تيأس من الدعاء. انا هقولك لو انت مهتم باقرب الاقربين ليك وهو جاي لك مثلا في اول زيارة ليك، انت لو طولت تشيله فوق دماغك هتشيله فوق دماغك، عزيز عليك، اقرب الناس اليك. فتخيل انك انت اقرب الناس ليك ده ربنا سبحانه وتعالى اللي هو خلقنا كلنا وخلق السعادة جوانا، واحنا رايحين بنشوفه 5 مرات في اليوم. فهنتعامل معاه ازاي؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لك في الدعاء، عايزك يا صديقي تستمر بقى، تستمر انت في الدعاء. يعني شوف انت اكتر دعاء انت عايزه ايه تدعيه، او عايز ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك، وما تملش من الدعاء. عايز تطلع الاول على دفعتك وبتدعي دايما الدعاء ده، وسبحان الله طلعت مثلا التالت، ما هو دي حكمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وانت فعلا تعبت. دي حكمة من ربنا سبحانه وتعالى، ليه حكمة في كل حاجة.
بقول لك يا عالم كنت طلعت الاول، فاهم انت المثال اللي هو ايه، خيرها في غيرها، انت فاهم، او اللي هو خد الشر وراح. هو كده الامثله الشعبيه دي، هو كده ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك الخير. فاياك من اليأس، واياك انك انت تسخط من نعم الله سبحانه وتعالى. اي حاجه تجيلك من عند ربنا سبحانه وتعالى فهي خير، والله العظيم خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. فلا تيأس، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اياك تيأس، واياك تسخط من نعم الله سبحانه وتعالى عليك. في حاجه بقى مهمه يعني محتاج ان احنا نتكلم فيها، المعصيه وعلاقتها بالصلاه. المعصيه والذنب بقى يا صديقي، او المعصيه والصلاه، يعني ايه المعصيه والصلاه؟ يعني كان في واحد كان بيكلمني في مره بيقول يعني انا جميل جدا وانا طيب جدا وبحب ربنا قوي وبحب ان انا اصلي والكلام ده كله، بس في حاجه مكتفاني كده كل ما اجي يعني اعمل خير او اعمل ان انا استمر في الصلاه، او ان انا استمر مثلا في الصدقه، او ان انا اعمل اي حاجه في اللي فيها الخير دي، دايما يجي لي المعصيه او الذنب اللي انا بعمله وانا لسه مستمر عليه. يعني تلاقيني مثلا مستمر في الصلاه ومستمر في الذنب، تلاقيني بصلي وتلاقيني بعمل الذنب في نفس الوقت، انا كده منافق ومش عارفه ايه. فتبدا انت فاهم انت الكلام ده كله، فتقوم راكن الصلاه على جنب وتبدا تستمر في اللذه، او تستمر في المعصيه. اللي بيوسوس لك او اللي حط في التفكير في دماغك ده هو الشيطان. لو بتعمل ذنب وبتصلي صلي، انا مش هقول لك استمر في الذنب، لا، انا عايزك تدعي وانت بتصلي ان ربنا يقلل عنك الذنب. وبحاول بقدر الامكان ان لما يجي لك الذنب ما تستسهلوش، قلله قوي. يعني مثلا انا من السهل ان انا العب قمار، لكن كنت بصلي، وانا بصلي دعيت ان ربنا سبحانه وتعالى يخفف عني قصه القمار. جه واحد قال لي وانا طالع من الصلاه تعالى يلا نلعب قمار، اجل الموضوع. يعني قول له يا عم الحاج انا لسه طالع من الصلاه. اشغل نفسك بحاجات تلهيك عن المعصيه اللي انت فيها. واهم يعني فتح باب المعصيه هو وقت الفراغ. والله العظيم طول ما انت فاضي، طول ما انت هتعمل معصيه، طول ما انت مش هتلاقي تعمل حاجه، فالشيطان هيوسوس لك. او فتح باب الشيطان هو وقت الفراغ. طول ما انت فاضي الشيطان هيبدا يملى دماغك. فانت طول ما انت شاغل وقتك وشاغل تفكيرك بالصح، مش باليأس والاحباط والكسل، هتلاقي نفسك العمليه متاحه، هتلاقي نفسك العمليه هاديه معاك شويه. فنتمنى او بعتها لك تاني، وطبعا في مشايخ يقدروا يتكلموا جدا عن الموضوع ده، وانصحك يعني دي نصيحة بقى تبقى اللي قبل الأخيرة. لو انت فعلا جميل جدا، او حتى لو انت شخص لسه مقصر في الصلاة او لسه مصليتش بقالك مدة، انا بقول لك يعني ابدأ ارجع للصلاة. ولو انت فعلا متعود على ذنب، استمر في الصلاة واستمر في الدعاء واستمر لسماع ناس تقدر تغير مودك. انا شخص مش بتكلم عن الدين، انا شخص بتكلم عن العلم والثقافة والحاجات والشخصيات، فماليش علاقة اصلا بالدين. الدين ده كل فيديو فين وفين انا بتكلم فيه، لكن اشترك مع ناس بتتكلم في الدين، بتتكلم في تغيير الفكر، بتتكلم فعلا في معلومات دينية تغيرك. ابحث عن الموضوع بشدة. في مشايخ جدا على السوشيال ميديا اقسم لك بالله يهزوا الحجر بجد، والله العظيم يهزوا الحجر. اصلا عشان نكون متفقين يا صديقي، كده كده يعني هنتوفى، بس ما بين الاشخاص ومعدل الايام ومعدل الوفيات هو العمل الصالح يا صديقي، هو اللي هيرفعك انك يعني تدخل الجنة. تخيل يا صديقي ان كمية المعاناة وكمية العذاب اللي احنا فيها في الحياة دي، فده كله اختبار من الواحد القهار. اصبر وتحمل، تحمل على نفسك. لما تحس بسخط وزهق وتعب قول الحمد لله وصلي. حرفيا الصلاة هي سبب تغيرك في الحياة. لو انت مستمر في الصلاة حتى لو متقطع او بتصليها فردية، انصحك انك تصليها جماعة. فرق شاسع يا جماعة. لان وانت بتصليها فردي انت كده بتنجز في الصلاة، بتكروتها بمعنى اصح. نحاول برضو ما نفلتش من قصة ايه، ان استمر في الصلاة. الاذان صلي وبعد كده نبقى نرجع بقى. رجعنا تاني يا صديقي. ما اعرفش انا كنت واقف على ايه بصراحة، لان انا نسيت. انت عارف ان هو بودكاست فمعيش ورقة تحديد يعني. فالحاجة بقى اللي قبل الاخيرة اللي انا حابب ان اتكلم فيها بقى، هي حاجة اسمها الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. شفت انت في اول فيديو احنا قلنا ايه في الاول؟
حب الصلاة وحب ربنا سبحانه وتعالى. الحب لو وصلت لمرحلة الحب هتوصل لأعلى درجة جدا من السعادة النفسية. فأنا جاي أقولك دلوقتي برضو الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. تعرف لو أنت اتعاملت مع أي حاجة بتعملها أو أي خطوة بتعملها في حياتك ربنا سبحانه وتعالى هو الحاجة الأساسية في حياتك، حتى لو كانت حاجة بسيطة. أنا لو كنت شخص مثلا ملتزم جدا 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 جدا، حلو، ملتزم جدا علشان أنا شايف إن الالتزام دي حاجة أساسية وحاجة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها، بس أنا ملتزم بس مثلا اتصاحبت على حد بوظني، حد يعني مثلا غيرني في حياتي وبدأت مثلا إن أنا أبوظ. تعرف لو أنت عندك ذرة خوف من ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت حب من ربنا سبحانه وتعالى، خوف علشان خايف ان عقاب ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليك فتبقى راجل سيء، وحب انك انت حابب ربنا سبحانه وتعالى وبتعمل الفروض اللي امرنا بيها عن حب واستطاعة. فتعرف انت تجمع ما بين الاتنين؟ كلنا نعرف نجمع ما بين الاتنين، ليه لا؟ او دي اصلا حاجة انت لو عملتها هتحس انت بفارق كبير جدا. فالخوف لازم تحط مقياس جدا على اي حاجة. يعني مثلا لو احنا خفنا ان السرقة حاجة ممكن تأدينا للهلاك، يعني ممكن تكون السرقة دي اصلا حاجة تافهة جدا، مثلا ما بين صحابك، ما بين شغلك، ما مش عارف ايه والكلام ده، لو الحاجة التافهة دي ممكن تأديك لحاجة كبيرة قوي قوي قوي. فانت لو انت عملت حد لنفسك ان لا الصغير زي الكبير ممنوع، انت نفسك هتبقى عامل ايه حساب لربنا سبحانه وتعالى. ما هو احنا كلنا ممكن نسرق، احنا كلنا ممكن نتزاكى، وكلنا ممكن نسرق، بس هل هي السرقة بعيدة عننا؟ ولا احنا ما بنسرقش او ما بننصبش علشان هو حاجة واحدة بس؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. احنا خايفين من ربنا سبحانه وتعالى ومن عذابه. فده الاطار اللي انت لازم تعمله في حياتك. وهكذا بقى انت لو جيت مثلا سيبك من حد السرقة، تعال ناخد حد المحرمات. المحرمات بقت حاجة يعني شبيهة جدا للحياة اليومية، زي ما كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات اللي هو الارتباط ده ديت من الشبهات، او اللي هو معاكسة البنات، وهكذا بقى من هذا القبيل. والحاجات دي كلها، طب ما الحاجات دي كلها من المحرمات اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نبعد عنها. فهو انت لو انت خايف من ربنا سبحانه وتعالى انت استحالة 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 تقرب لها. ليه؟ مش علشان حد او مش علشان انت ده ما تقدرش تعمله، لا انت هتعمله، بس انت خايف من مين؟ انا خايف من الواحد القهار، خايف من ربنا سبحانه وتعالى اللي حاسبني. فعلشان كده انا مش بعمل الحاجة. فخلي دايما المبدأ ده عندك، اعملها كده بالبنط العريض في حياتك. انا ما بعملش اي حاجة غلط مش علشان انا ما اقدرش اعملها، لا احنا نقدر نعمل اي حاجة، بس علشان انا خايف من ربنا سبحانه وتعالى، خايف من عذابه. تعرف لو انت حطيت الاطار ده في حياتك كلها صدقني مش عايز اقولك انت مش هتقرب لاي حاجة حرام. ف يعني حط لنفسك انك انت ربنا سبحانه وتعالى دايما في حياتك. اي خطوة بتخطوها ربنا سبحانه وتعالى امرنا بكده ولا ما امرناش؟ والله هتقولي مثلا يا عم الحاج ده الحياة صعبة والحياة بتلهي، كلنا بنغلط، كلنا بنغلط قوي، بس الفكرة في اللي يرجع بسرعة. اياك ثم اياك من غضب ربنا سبحانه وتعالى عليك. يعني انت ربنا ممكن يغير حالك ده في 3 ثواني. 3 ثواني ايه؟ في لمح البصر. انت متخيل؟ فخلي دايما في اطار حياتك كلها الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة بقى اللي احنا هننهي بقى زي ما قلت لك بقى الحاجة الأخيرة وهي النصائح. أنا مش هقولك النصائح ديت من بني آدم علامة، لا أنا هقولك النصائح ديت من وجهة نظري، على إن بيبقى في نصائح في الموضوع ده كبيرة جدا 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 جدا. بس أعتقد أجمل وأجدد حاجة أنا اتكلمت فيها هي الحب، حب الصلاة وحب ربنا سبحانه وتعالى ليك. ورغم معصيتك لازم تستمر في الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه، وابعد عن المحرمات وابعد عن الشبهات. تمام؟ ودايما في اطارك ايه؟ الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. دولت برضو النصائح الاساسيه. النصائح بقى اللي هي من وجهة نظري انا على المستوى الشخصي، زي ما قلت لك انت انسان متردد ما بين المعصيه وما بين التوبه، وما بين التوبه وما بين المعصيه، ومتردد ما بين انك انت ما ينفعش شيء، او بتقنع نفسك ان انا لا انا مش مستمر، فانا في الصلاه فلان انا بعمل ذنب كتير فانا مش هصلي. الاوقات دي كلها مش انا اللي هنصحك، او مش هتلاقي النصيحه الجامده جدا مني انا، هتلاقي النصيحه من مين؟ من المشايخ. زي ما قلت لك برضو في الاول، مشايخك او الناس اللي على السوشيال، او شوف مين امام الجامع بتاعك اللي انت بترتاح له،
او مين الشيخ. وطبعا ما تجيبليش شيخ لسه طالع اليومين دول بيهجص وتقول لي مش عارفه ايه، لا، اسال ناس تقال جدا، ناس عندهم علم جدا، وارتاح له. شوف انت هترتاح لمين واسمع له. اسال واسمع وشوف اي حاجه بتمنعك عن ربنا سبحانه وتعالى هي ايه، وايه هي سببها، وغيرها. لان بجد بعيدا عن ان احنا اصلا فعلا مش ضامنين العمر، دي حاجه اساسيه. بس الحاجه التانيه، انت مانع عنك اهم والذ حاجه في الحياه، وهي التقرب من ربنا سبحانه وتعالى. يا جدعان ده كنز، اقسم لكم بالله كنز بجد، والله العظيم انا ما عارف اوصف الوصف ده. كنز بجد. انت لو ما بتفوت صلاه، انت مضيع منك حاجات كتيره قوي، بعيدا عن العقاب وبعيدا عن الفروض. انا بكلمك دلوقتي عن الحب، الحب والله العظيم. الحاجه التانيه يا صديقي، لما قلت لك اسمع عن المشايخ، الحاجه التانيه قلت لك او هقول لك حاجه اسمها ايه، طور من حبك. يعني ما تكتفيش بس بانك انت بتقضي الفروض بس كده وخلاص، لا، طور من نفسك. ان انا ان شاء الله عايز استمر، طب المره دي عايز ازود السنن، المره دي عايز ازود من الدعاء. طور يعني طور بجد بجد من حبك لربنا سبحانه وتعالى. الحاجه دي هتزود من حسناتك وهتحس بفارق. الحاجه الثالثه اللي بعتها لك للمره الالف، استمر ثم استمر ثم استمر. استمر جدا جدا مهما كان ذنبك ايه. وإياك تسمع لشيخ، مش قلت لك اسمع للشيوخ اللي هتريحك؟ إياك تسمع لشيخ يقول لك انت بتعمل الذنب فانت عاصي وانت. ده مش من المشايخ. الدين بتاعنا ما قالش كده. الدين بتاعنا قال التوبة ثم التوبة، التوبة ثم التوبة. انت لما بتعمل ذنب وبتتوب انت كده بتاخد ثوابين، لكن مش مع ذلك انك لا. يعني حاول تمسك نفسك، امسك نفسك قوي على قد ما تقدر، علشان لما ربنا يتوب عليك يعني تعرف الفرق إن ما بين المعصية وما بين التوبة. فاستمر ثم استمر ثم استمر، هتعرف الفارق جدا والله العظيم. انا بقولها لك من واقع انسان عامل ذنوب في الدنيا دي كلها لا يمكن تتخيلها. الشخص اللي قدامك ده عامل معاصي كتيرة جدا، يعني كلنا، يعني الحياة كلها كده اصلا، المعاصي لا تعد ولا تحصى. لكن بنحاول. ومش هقولك ان انا بقيت امام الامامين، لا، كلنا بنحاول، والله بنحاول. نحاول المعصية نتخطاها، نحاول وما بملش. يعني انا من الناس ما بملش من ان انا انصح غيري من ذنب بعمله. انا مش بعمل معصية عن عمد او عن قصد، لا. يعني ممكن الواحد يعمل المعصية يعني عملها من غصب عنه، فبيرجع يتوب. ومش هقولك التوبة بتاعتي سريعة جدا، ده انا فيري جود جدا، لا، برضو متقطعة، لكن بنحاول. لا، فانا بقولك والله العظيم من واقع بني ادم بيكلمك عادي جدا. مش هقولها لك ان انا لسه عامل عمرة وحج وعندي الاف الكتب في الدين وانا شخص جدا جامد جدا وان شاء الله ضامن الجنة الصبح. لا يا ابني والله العظيم. ممكن المعصية نكون عاملينها مش مكمل 3-4 ساعات، وممكن نكون عاملينها من يومين، وممكن عاملها 3 أيام. انت ممكن تعمل المعصية وانت اصلا انت مش مدرك، بس الفكرة عندك في سرعة الارتداد، سرعة الارتداد. فإياك تيأس. الحاجة بقى المهمة بالنسبة لنا، حوط نفسك بالصحبة الصالحة. يعني مشايخ كتيرة جدا قال لك الصحبة والأصدقاء أنا بقول فعلا بصدق على الكلام. من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن ينعمها عليك إن الناس اللي صحابك كلهم يكونوا بيصلوا، أو كلهم ما عندهمش مثلا صفة وحشة، بيشجعوا بعض على الطاعة ويمنعوا نفسهم عن المعصية. يعني حوط نفسك بكده. ولو عندك واحد صاحبك بيتريق عليك وقت ما بتصلي، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيسخط بيه الارض. لان اللي بيتريق على حد تاب ده، انت كده بتتريق على فرض ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه. يعني يقول لك ايه، ايوه يا عم الشيخ بقينا بنصلي، حبيب قلبي انت كده بتتريق على فرض ربنا سبحانه وتعالى هو رايح يأديه. انت متخيل الفكره؟ فمالكش دعوه. قصه الصلاه ديت وقصه زي قصه الصوم، زي قصه الخمس فرائض اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها، زي الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها. حبيبي الحاجات دي كلها يا حبيب قلبي دي مش المشايخ. الحاجات ديت صفه اساسيه عندك وعندي وعند غيري. فلو عندك واحد بيتريق عليك، انا بقول لك اقطع علاقتك منه الصبح، لان الشخص ده شخص دماغه تعبان. او لو يعني عرفت تقنعه وربنا هداه وربنا اهداكم جميعا ورجعتوا للصواب، فلكم جزيل الشكر والتقدير، وربنا سبحانه وتعالى هيرفع
من نفسكم وخد بالكم. الصديق ده هيشفع لك يوم القيامة. يعني لو انت شخص بسم الله ما شاء الله ملتزم جدا في الصلاة وشخص جميل جدا وبتعمل حاجات كتيرة جدا وربنا سبحانه وتعالى يعني انعم عليك بنعمة انك تدخل الجنة، في يوم القيامة انت عايز صديقك، فانت اللي هتشفع له او هو اللي هيشفع لك، فعلى حسب انت بقى تبقى الشفيع ولا تبقى المشفع. فدور على اصدقائك وحاوط نفسك بناس صالحة فعلا. فاعتقد ان الموضوع كده جميل جدا. واخر حاجة هقولها لك، زي ما قلت لك اسمع عن المشايخ، اسمع على حاجات كتيرة جدا تحفزك. يعني ده فيديو من ضمن الفيديوهات انا بعتبره فيديو محفز. فيديو محفز لايه؟ للصلاة وتجربة شخصية والحاجات من هذا القبيل. بودكاست عن الصلاة وفيديو دردشة عن الحياة اليومية وعن حب الله عز وجل. يعني هو ده اعتقد ان ده هيكون عنوان الفيديو، حب الله عز وجل. فحاوط نفسك واسمع حاجات محفزة جدا من الحاجات دي. ولو انت من الناس، يعني انا الى الان بتكلم الناس المقصرين او الناس الكذا اللي هو احنا يعني. اما لو بيسمعني شخص ملتزم لدرجة الالتزام وشخص الليفل بتاعه عالي جدا يعني، فانا بقول له ربنا يثبتك وربنا يصلح حالك في اللي جاي. وما تملش لو انت شخص بتحب اللي هو ايه، نشر الخير على عامة الناس. ما تملش انك انت يعني تحاول بقدر الامكان تنصح الناس اللي حواليك و... ومش بطريقة بذيئة، بطريقة سلسة. الزمن دلوقتي زمن صعب، وانك تقنع حد او مش تقنع حد بان الصلاة هو كده كده الصلاة فرض عليه، لا انك تقنع حد ان هو يبطل عن الذنب وان هو يرجع لربنا سبحانه وتعالى، انت لك اجرين والله العظيم. يعني لان الوقت ده صعب جدا. فما تملوش من نشر الاسلام يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعب جدا عم وصل لنا الدين ده، والله العظيم تعب قوي قوي قوي. الواحد لما بيسمع القصص ولما بيسمع الحكاوي وبيسمع الحاجات دي كلها، يا جماعة احنا بجد، احنا والله العظيم الدين ده والإسلام بتاعنا ده لما وصل لنا على المعاناة من أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما احنا بنتكلم عليه في الفيديو دلوقتي. والله العظيم احنا ما جبنا حتى، مش عايز اقولك نص في المية من اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بيه. فنستمر يا جماعة وننشر الدين وننشر السعادة. الإسلام بتاعنا جميل، الإسلام بتاعنا جميل قوي، وربنا سبحانه وتعالى أجمل، وقصص النبي صلى الله عليه وسلم أجمل، وحب النبي وحب الصحابة وحب ربنا سبحانه وتعالى أجمل وأجمل وأجمل. يا جماعة انشروا السعادة يا جماعة بجد. قولوا للناس حبوا الصلاة، مش ان الصلاة فرض عليكم. هي فعلا الصلاة والله العظيم فرض علينا، بس يا جدعان حسسوهم بلذة الحاجة اللي مستنياهم في الصلاة. والله العظيم حاجة، والله العظيم بجد يعني يا رب الواحد ينالها بجد والله العظيم. فالصلاة يا جماعة مش ركعتين بنقومهم كده بس وخلاص، لا، الصلاة حاجات روحانية مش أي حد يدركها. فأتمنى إن احنا كلنا ندركها، وأتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا بالخير الوفير. وأتمنى إن فعلا الفيديو ده أو البودكاست اللي أنا مستعجل عليه إن هو ينزل ده إن هو يكون مفيد، وأتمنى من الله القبول. وإن شاء الله يكون الفيديو كويس ويكون بودكاست كويس. ما تنساش بقى من دعواتكم، ما تنساش بقى من اللايك والشير وشوية الحاجات الحلوين دول. وقولوا لنا إيه رأيكم في الحاجة اللي ورانا دي وايه مناسبتها. احنا مش سايبينها كده خلاص، لا، ده احنا سايبينها عن قصد. عارف انا عايز منها ايه اصلا، وان شاء الله دي هتفضل مستمرة معانا حاجة كبيرة، اللي هو القميص اللذيذ ده. فلو تعرفوا ايه قصته او تعرفوا ايه سبب إن ورايا في الديكور اللي ورايا، فبقولوا لنا رايكم. وما تنسوش ان في 3-4 فيديوهات جايين على الديكور القديم. الديكور اللي ورانا ده هو النهائي ان شاء الله، لان انا مستعجل جدا على البودكاست ده مش عارف ليه. فان شاء الله يكون الفيديو كويس. ما تنساش بقى اللايك وشير وشويه الحاجات الحلوه عشان نساعد في نشر الفيديو. وكان معكم محمد يدك، والى اللقاء ان شاء الله في بودكاست جديد. سلام.